خلاصة موضوع التحكيم المصري. مباراة الزمالك والبنك الأهلي حصل أخطاء على الفرقتين، توقيت الخطأ وعدم احتسابه هو اللي غير نتيجة المباراة. عندنا ضربة جزاء لحسام عبد المجيد في بداية المباراة في الدقيقة 7 والكل اتكلم عليها وأجمع عليها وما اتحسبتش، كانت كفيلة تودي المباراة في اتجاه تاني. ضربة جزاء لناصر ماهر غير صحيحة اتحسبت في توقيت وودت المباراة في ناحية تانية. طيب هنا اتحاد الكرة أو لجنة الحكام أو المسؤول عن ثواب وعقاب الحكام خد قرار؟ ما خدش. محمد عادل بيحكم تاني، ميدو سلامة موجود وبيحكم تاني ومفيش أي قرار خلاص. خدت قرار بإقالة لجنة الحكام. طيب الحكم اللي مخطئ لسه موجود، الفرق اللي اتظلمت بتتظلم تاني. خلصنا ما خلصناش. مباراة الأهلي ونادي زد، ضربة جزاء لأحمد رشيد على أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 87، يعني فاضل دقيقتين والمباراة تخلص. ضربة جزاء بنسبة 95% بتبقى هدف، ما اتحسبتش. حكم الفار محمود البنا الدولي على حكم الفار، ومحمود ناجي حكم ساحة، ولا حد استدعى حد ولا حد كلم حد. طيب 7-8 خبراء من جماعة الحكام طلعوا على الشاشات امبارح قال لك ضربة جزاء لأحمد رشيد وزد اتظلم. طيب ليه ما بتعاقبش الحكم المخطئ؟ ليه ما بتعاقبش الحكم المخطئ؟ ليه ما بتديش فرصة للكوادر الشابة تطلع تحكم وتكون موجودة في الساحة؟ ليه ناس تسقط في اختبارات اللياقة البدنية ويتم تعيينهم على الفار علشان ابوه كان حكم دولي، والتاني عشان ابن الحاج صاحب البيت، والتالت عشان خاله مش عارف مين وعمه مين؟ يا جماعة التحكيم ده احد اهم عناصر لعبة كرة القدم. الحكم مفيش فرقه بتقدر تغلبه ايا كانت كفاءتها. تجيب جون هلغيهولك، ليك ضربه جزاء مش هحسبها، هطرد لاعب من فريقك، الهدف اللي تجيبه هحسبه خطا من بدايه اللعبه. يا جماعه اللي بيحصل في التحكيم مهزله علشان مفيش ثواب وعقاب. ادي الاهلي اتجامل وادي الزمالك اتجامل، واحنا لسه في الجوله الثانيه في بدايه موسم استثنائي وعايزينه يخلص وبادئ بكوارث تحكيميه. زد اتظلم، الاهلي اتظلم، الزمالك اتظلم، البنك الاهلي اتظلم، بتروجيت وبيراميدز. فين الصواب وفين العقاب؟ الحكم اللي مخطئ انت بترجعه بيحكم تاني باي عقل وباي منطق. الحكم يغلط وما يتحاسبش. ليه ما يتمش تصعيد شباب كوادر حكام؟ احنا عندنا حكام 10/10 بس بيروحوا بينجحوا في اختبارات اللياقه البدنيه، ويجي المسؤول يقول له روح اقعد في بيتك، ده انا هعين فلان عشان ابوه كان حكم دولي، هعين فلان علشان ابن صاحب البيت. يا جماعه حرام عليكم، بوظتوا التحكيم وانتوا السبب في اللي التحكيم وصل له. اللي مسؤول عن عدم عقاب الحكام المخطئه هو السبب ان الدوري لسه فيه كوارث كتيره. وقلنا في الفيديوهات اللي قبل كده الموضوع مش اهلي وزمالك، الكل هتطولوا الاخطاء، الكل هيطولوا الاخطاء. يا رب الحكم المخطئ يتحاسب والحكم الكويس ياخد حقه ويصعد قائمه دوليه، ونشوف حاجه عدل في منظومه كلها قدرات مش وسايط يسقط في الاختبارات اللياقه البدنيه وتعينوه تاني في المباراه. يا جماعه حرام عليكم، انتوا اللي بتبوظوا التحكيم اقسم بالله.